ان في فتره من الفترات المسلمين قطعوا الجبنه الرومي؟ الجبنه الرومي اللي انت بتحبها وبتاكلها وتنزل تجيبها من عمو بتاع السوبر ماركت. لو انت كنت عايش في الوقت ده وكلت جبنه رومي كان هيتبص لك نفس البصه اللي احنا بنبصها اللي بيشرب شيبسي او بيبسي. تعال احكي لك ايه اللي حصل. بص يا سيدي بقى، المقاطعه دي كانت ايام الصليبيين لما بدات الحروب الصليبيه على الشرق الاسلامي، فصدرت فتوى عن ابو بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي اندلس الاصل، والفتوى كانت بتنص على تحريم الجبنه الرومي. واللي لو بصينا على حياه الامام ده هنلاقي ان هي كانت معاناه من هجمات الصليبيين على البلاد اللي هو كان عايش فيها. المهم وقت الفتوى دي هو كان في الاسكندريه. يمكن الجبن الرومي كان مختلف شويه عن الوضع الحالي، بس كانوا بيختلفوا في الاساسيات. المهم ان هو بنى الفتوى دي على اكتر من اساس. البعد الاقتصادي كان مقاطعه لمنتجات الصليبيين لانها كماليات يمكن الاستغناء عنها، والمسلمين مش محتاجين لسلع من بلاد الحرب. سامع يا صديقي اللي بتسال ايه بديل البيبسي؟ ارحم صحتك بقى. وكمان كجانب صحي وديني اللي استند فيه على شهاده بعض التجار اللي قالوا ان هم بيخلطوا الجبن بشحوم الخنزير، علشان كده قامت الفتوى دي. غير موضوع الجبنه بقى، المسلمين كمان كانوا في فتره قطعوا الدينار الذهبي الرومي. في الوقت ده الامبراطور البيزنطي كان قرر او كان عنده نيه ان هم يكتبوا عبارات تسيء للرسول على الدنانير اللي بيستخدمها المسلمين. المقاطعه دي بقى كانت وش الخير، لان هي كانت من المسببات اللي حصل فيها تطور في عصر الدوله الامويه، في عصر عبد الملك بن مروان. سمع يا صديقي يكش نفهم. ليه بقى بدأت بالقصتين دول؟ علشان زي ما بيقولوا التاريخ بيعيد نفسه، والمقاطعات موجودة كتير جدا على مدار التاريخ، وأجدادك هم عملوها، يعني انت تقدر تعملها. على فكرة القوة الاقتصادية بيكون تأثيرها كبير جدا، واحنا عددنا كبير، يعني لو بطلنا نستخدم منتجاتهم هنخسرهم جامد. يمكن انا ماليش في الاقتصاد ومش درساه، بس بشوية سيرش بسيط بدأت افهم الدنيا. كل ده كان تمهيد علشان نجاوب على سؤال مهم جدا: ليه لازم نقاطع؟ ببساطة انت لازم تقاطع علشان تنصر اخواتك اللي عارف هما دلوقتي بيحصل فيهم ايه. انت بتقاطع علشان ما تديهمش فلوس ومكاسب يشتروا بيها سلاح ويقتلوا اخواتك. تاني نقطة بقى، انا بشوف ان هي فرصة هايلة جدا ان احنا نشجع المنتج المصري. على فكرة في منتجات مصرية هايلة جدا وتقدر ان هي تنافس المنتجات التانية وعن جدارة. في منتجات تانية محتاجة تطوير، بس لو صبرنا عليها وابتدأنا ان احنا نشجعها ونستخدمها هتتطور جدا. وابقى افتكروا كلامي. ودي رسالة لأي شركة أو مصنع أو أي براند مصري، دي فرصة ذهبية مش هتلاقوها تاني على فكرة. ابتدوا اهتموا وشوفوا السوق عايز ايه، شوفوا المنتجات المطلوبة ايه، كثفوا الانتاج، خلوا المنتجات بتاعتكم في متناول الجميع، تبقى على طول متشافة في الماركتس. سموا المنتجات اسماء روشة تليق مع الجيل الجديد. كمان اهتموا ان انتوا يبقى عندكم كرياتيفيتي، اهتموا بالباكجينج شوية واهتموا بالماركتينج. اكيد الحاجات دي هتساعدكم جدا. حقيقي اللي هيستغل الفرصة دي هيعدي. ويبقى افتكروا كلامي. الرسالة دي بقى ليك انت يا صديقي، اوعى تضعف ولا تقول انا مش هفرق، انا واحد مش مهم اشتري والكلام ده. لا، انت هتفرق واعرف قيمة نفسك كويس. زي ما انت شراك الحاجات دي بتكسبهم، برضو لو انت امتنعت هيخسرهم جامد. احنا للاسف كسبناهم كتير وحان الوقت ان احنا نخسرهم. وكمان خلي عندك النية ان انت بتنصر اخواتك وبتساعدهم. ويا عم افتخر بصناعة بلدك، كفايه عقدة الخواجه اللي جابت لنا الفقر. واوعى تضعف قدام العروض اللي هيعملوها. هيكون الفتره الجايه اكيد في عروض كتير جدا، والبلاك فرايدي والحاجات اللي احنا داخلين عليها دي. خليك غالي واحفظ كرامتك، على الاقل لما نموت واحفادنا يعرفوا احنا عملنا ايه نقول لهم ان احنا حاولنا وعملنا حاجه وحفظنا كرامتنا. في اخر الفيديو هحط لكم المنتجات اللي نازله في المقاطعه والحاجات اللي نقدر نشتريها، واي حاجات جديده هلاقيها هبقى انزلها على البيج فيسبوك. كمان في بيج على الفيسبوك بتروج للمنتجات المحليه اسمها ادعم منتج بلدك، تابعوها وبرضه شوفوا هي بتقول ايه. نقطة مهمة جدا هقولها وهمهد بيها للفيديو الجاي: عارفين ليه دول زي امريكا وفرنسا وبريطانيا مش بتنكر اللي حاصل ده وسايباه يحصل عادي جدا؟ لان ببساطة دول دول استعمارية. انت بس اللي بتنسى. افتكر كده اللي حصل في مصر زمان، حصل في العراق، حصل في الجزائر، كل الدول العربية والله اتصابت وجرالها كل حاجة. انت بس اللي بتنسى. افتكروا كده جدودنا لما كانوا بينادوا بالتحرر من بريطانيا، والجنود اللي كانوا بيدخلوا المساجد عندنا في مصر وكانوا بيقتلوا الناس. دوروا كده في التاريخ شويه وافتكروا ان هم ببساطه ازاي حرامي هينكر اللي بيعمل حرامي زيه. يسطا احنا مش جايبين بريطانيا وفرنسا مع سجادة الصلاه، ركز في الكلام. وده هيوصلنا لموضوع الحلقه الجايه. انا نزلت فوت عندي على الفيسبوك علشان اسال الناس شايفين ايه اكتر اسئله بتسالها الاطفال الصغيره بخصوص موضوع القضيه اللي شغاله حاليا، او الناس الكبيره بتسالها. وجالي بعض الاسئله واللي قررت ان انا هبحث معاكم وهجاوب الحلقات الجايه. وبرضه هنزل فوت مرة تانية وتالتة ورابعة ومش هسكت، وهنزله على يوتيوب وهنزله على فيسبوك. واخيرا انا هوقف شوية موضوع الكتب والروايات. تلخيص الكتب والروايات مهم جدا، وان هما مصدر من المصادر اللي احنا بنعرف عنها معلومات. بس انا شايفة ان في قضية مهمة جدا شغالة في الوقت الحالي.
أهمية دلوقتي إن أنا أطلّع فيها كل جهدي وطاقتي علشان أحكي وأعرّف، يمكن دي تكون طريقة ولو حاجة بسيطة إن أنا أنصر إخواتي في فلسطين. عارفة إن في صُناع محتوى كتير جدًا اتكلموا عن الموضوع ده، وأنا مبسوطة بيهم جدًا وباقعد أتفرّج عليهم. كلنا لازم نتكلم، القصة واحدة بس أنا أحكيها غيري يحكيها غيري يحكيها، المهم القصة تفضل موجودة ومسموعة ومعروفة. ودلوقتي هاسيب لكم صور المنتجات الموجودة في المقاطعة والمنتجات التانية، وقبل ما أقول لكم سلام كثيف الدعاء، ادعوا كتير. عارفة إن إحنا مش في إيدينا حاجات كتير نعملها، بس الدعاء بيفرق. سلام.